بسم الله، السلام عليكم. الفيديو التاسع على متابعة نمو الأطفال، على إجابات أسئلتكم على الفيديو اللي أنا بحط اللينك بتاعه تحت. ياسين بيقول لي بنتي 3 سنين نحيفة. الكومنت ده جاوبته 3 مرات، مرة ما تسجلش الوقت عدى في الفيديو الأولاني، مرة التليفون فصل ورحت أشحنه، ودي 3 مرة. بنتي 3 سنين نحيفة وقصيرة 11 كيلو، عندها أنيميا وعسر هضم. قولي لي على علاج للأنيميا وعسر الهضم، ينفع الديجينورم وعلاج للزيادة والطول مع توضيح الجرعة. طيب 3 سنين وهي 11 كيلو قليله. 3 سنين المفروض تبدا من كام؟ من حوالي 12 في كيلو. في السن ده يعتبر كتير، تمام. وقصيره وقال عندها انيميا وعسر هضم، يعني عندها نقص التغذيه، عندها سبب للنقص ده. عسر الهضم الديجينورم مهم جدا، لان الديجينورم هيحسن انزيمات الهضم، وكمان هيحرك لي الاكل من الامعاء، يعني هيخلي الحركه بتاعه الامعاء كويسه. ان مع الاطفال اللي عندهم نقص تغذيه ومش بياكلوا بيبقى حركه الامعاء عندهم بطيئه. فهناخد من الديجينورم قد ايه؟ هناخد 2.5 سم بعد الغداء وبعد العشاء. ايه العلاج للانيميا؟ هناخد الاندريتش حديد شرب 3.5 سم قبل الغداء. ممكن ناخد معاه البرافوتين. انا عشان لاكتوفرين كيس على نص كوبايه ميه قبل الغداء، انا افضل ان احنا ناخد الداجو. طب ليه الداجو؟ عشان الداجو فيه اللاكتوفرين اللي هو البرافوتين بلس الواي بروتين، حسن بيه ايه؟ نقص التغذيه. ده واي بروتين مدعم باللاكتوفرين. فهناخد الداجو الكيس على كوبايه لبن مع معلقه زبده فول سوداني او نص معلقه او معلقه ايس كريم، ونقلبه ونشربه، نضربه في الخلاط عشان مش بيدوب كويس الواي بروتين غير بعد ضرب في الخلاط، او على لبن دافي هيدوب، تمام. هناخد قد ايه كيس كل يوم؟ هناخد حاجه لفتح الشهيه زي المنينو او الانترادا او التولانجوفيت، هناخد حوالي معلقه صغيره قبل الاكل 3 مرات. طيب وهناخد شيكس جرو، هناخد الشيكس جرو حوالي 5 سم قبل النوم، وهناخد الزنك 3.5 سم بعد الغداء، وفيتامين د هناخد 6 وحدات او 6 نقط في اليوم. عمري 15 وطولي 150، هي بنت من الصوره وطولها 150. طبعا هو قليل يا ميمة، المفروض تبقى كام؟ 100، حوالي 157 او 158، واقل من الرينج او اقل من الطبيعي شويه هيبقى 155، ف 150 قليل. لكن سن 15 سنه في البنات ممكن يكون العظم قفل، فمحتاجين الاول نعمل اشعه العظم نتاكد ان العظم مفتوح، وهل هينفع نطول تاني ولا لا. محمد الشيخ، لو سمحت يا دكتوره ابني 16 سنه وطوله 159، لو حضرتك تعرفيني على دواء له. طيب قبل اي حاجه يا ابو محمد لازم نعمل اشعه العظم نتاكد ان العظم مفتوح. 16 سنه والطول 159 قليل، المفروض نبقى 100 حوالي 69 او 68، وتحت الرينج 164، ف 159 قليل. هناخد الارجينين 500 او 1000 قبل النوم، وهناخد الزنكترون كبسوله بعد الغداء، وهناخد فيتامين د 10,000 وحده كل اسبوع. وهنعمل ايه؟ هنعمل الاول اشعه على العظم نتاكد ان العظم مفتوح، ولو في امكانيه ان احنا نعمل تحليل هرمون النمو عشان ناخد هرمون النمو، عشان ما عندناش وقت كتير. لو كان العظم مفتوح فهو مفتوح بس قرب يقفل، فنعمل تحليل هرمون النمو عشان لو في امكانيه ان احنا ناخد هرمون النمو. نيفين علي، بنتي 16 سنه وطولها 154، وزن 47، تمارين الاطاله وفي الادويه بره برضه يا دكتوره. بنت 16 سنه غالبا العظم قفل، فلازم قبل اي حاجه يا نيفين نعمل اشعه العظم ونتاكد ان العظم مفتوح. هناء، ولد 13 سنة وزن 65 وطول 160. 13 سنة ولد ووزنه 65 كتير جدا جدا يا هناء، والطول بتاعه 160 ما شاء الله كويس، ولكن الوزن كتير. طيب حتى لو يا دكتورة طوله كتير برضو لازم نطمن، لازم نطمن قلنا ما عندناش مقاومة انسولين، فهنعمل تحليل انسولين صايم وسكر صايم ومقاومة انسولين بعد صيام 8 ساعات، والاهم منهم تحليل هرمون الغدة الدرقية مهم جدا. اللي بيشوف الفيديو اول مرة قولوا لهم بقى انتوا في الكومنتات انا بعمل ايه الورق اللي انا بجاوب. امل سيد، والى جانب الدعوه نعمل احنا كمان مجهود ونشير ونعمل كومنتات ونعمل فولو. مش عارفه بتتفرجوا على الفيديوهات من غير ما تعملوا فولو ليه؟ ما تعملوا فولو، وهي الفولو دي بفلوس؟ اعملوا فولو، اعملوا متابعه يعني. امل، ابني 12 و4 شهور وزنه 29 كيلو. قليل يا امل قوي الوزن. 12 سنه و4 شهور، المفروض الوزن يبقى حوالي 37، فهو 29 قليل جدا. وطوله طبعا الوزن ده مؤثر على طوله 134 برضو قليل. اقل حاجه كام؟ اقل حاجه 145، ولو نزلنا تحت الرينج هيبقى كام؟ هيبقى 140.
فنعمل ايه؟ ده عنده نقص تغذيه شديد يا امل. هنعمل صوره دم مخزون حديد، تحليل هرمون الغده الدرقيه، والبول وتحليل براز، ويتابع في العياده او اونلاين، وياخد المكملات بتاعه النحافه، الديجي نورم وفتح الشهيه والداجو او اي واي بروتين، لغايه لما يجي وتعملي لي اشعه العظم نشوف العظم واصل لكام سنه. ميرفت محمد تاج، بنتي 16 سنه طولها 145، تاخد علاج ايه؟ قبل ما تاخد علاج ايه لازم نتاكد ان العظم لسه مفتوح. 16 سنه في البنات ممكن يكون العظم قفل، يعني مش هنطول تاني، فنعمل اشعه على العظم على الرسغ الايمن او الايسر او الركبه اليمين او الشمال، اي واحده فيهم، عشان نشوف العظم مفتوح ولا مقفول. لغايه ما تعمل اشعه تعمل ايه؟ مش هتاخد علاج، ممكن تاخد فيتامين د وزنك، لكن مش هتاخد الارجينين. فيتامين د 10000 وحده كل اسبوع، وزنك ترون بعد الغداء وتعمل تمارين اطاله. لو ابني 9 سنين قصير وضعيف ياخد ايه؟ ياخد على حسب، لازم نعرف قصير وضعيف فين. قصير في انهي رينج؟ التحاليل بتاعته. طفل عنده نقص تغذيه لازم نتابعه بتحاليله، وياخد ايه؟ كل المكملات اللي انا قلت عليها بتاعه النحافه، الى جانب بتاعه الاطاله اللي هي الزنك وفيتامين د والتشيكس جرو. ابني 14 سنه وطوله 153، 14 سنه طوله 153، وزنه 50، وزن 50 في الرينج، والطول 153، اقل من الرينج شويه، المفروض الرينج بتاعه لغايه كام؟ 156، وتحت الطبيعي 152 او 53. ف ياخد المكملات التشيكس جرو 17 سنتي قبل النوم، والزنكترون بعد الغداء، وفيتامين د، ويهتم بتغذيته، يقلل السكريات والحلويات عشان وزنه ما يزيدش اكتر من كده، ويركز على البروتين، كوبايتين لبن و2 بيضه على الاقل في اليوم. ابنك التاني 16 سنه وطوله 163، وزنه 70، وزنه كتير بقى. ده يعمل تحليل مقاومه انسولين وانسولين صيام 8 ساعات، وتحليل هرمون الغده الدرقيه، وصوره دم ومخزون حديد، ونعمل اشعه العظم نشوف العظم قفل ولا لا.